مشاهدينا إلى الإعصار ساندي الذي تتأهب له الولايات المتحدة باعتباره الأعتى منذ 10 سنوات، حيث دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأمريكيين إلى أخذ إعصار ساندي على محمل الجد واتباع تعليمات السلطات المحلية وسلطات الولاية. وكان عمدة نيويورك أمر بإجلاء 375 ألف شخص في المناطق المنخفضة المهددة. وألغت شركات الطيران أكثر من 7000 رحلة كانت مقررة يومي 28 و 29 من الشهر الجاري. الساحل الشرقي للولايات المتحدة يستعد لوصول الإعصار الأقوى في تاريخه. إنه الإعصار ساندي الذي صنف ضمن الفئة الأولى على مقياس قوة الأعاصير، حيث بلغت سرعة رياحه 120 كيلومترا في الساعة بحسب المركز الوطني للأعاصير. وحذر خبراء الطقس في المصلحة الوطنية للأرصاد الجوية من احتمال أن يخلف آثارا هائلة على ثلث الأراضي الأمريكية، ويتوقع أن يبلغ الأسبوع المقبل ولايات فيرجينيا وبنسلفانيا ونيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس الساحلية حتى أوهايو الداخلية. ومع تقدم الإعصار شمالا فوق المحيط الأطلسي، أعلن مسؤولو أجهزة الطوارئ عن إيقاف خطوط المواصلات الرئيسية في الوقت الذي أعلنت حالة الطوارئ في العديد من الولايات. في ظل هذه الظروف أعلن عن ضرورة إخلاء المنطقة ألف، وأني أطلب من جميع المدارس الرسمية في المدينة إغلاق أبوابها يوم الاثنين، وأنا أطلب إخلاء هذه المنطقة من أجل سلامة ما يقارب على نحو 400 ألف شخص يعيشون فيها. وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن الشرطة ستغلق شبكة النقل العام ويشمل ذلك المترو أيضا تحسبا لوصول الإعصار. كما ألغيت مئات الرحلات في مطارات نيويورك، وقالت السلطات أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس ألغت كل رحلاتها بين نيويورك وواشنطن، فيما ألغت خطوط الطيران الأمريكية مئات الرحلات الداخلية. ويسعى الأمريكيون للتزود بالمؤن وتعزيز منازلهم قبل وصول العاصفة الهائلة إلى الأراضي الأمريكية ترافقها الأمطار الغزيرة والرياح العاتية. ريتا سليمان، العربية.